النهارده هنكمل حكايتنا مع جو اللي بيسيب مقاتلين عصابة الظلال للتنين الأسطوري اللي هيلتهمهم، وده لأنهم كسروا البيضة بتاعته. وبيبدأ التنين في الزئير بشدة من الغضب، وبيهرب مقاتلين عصابة الظلال في هلع ورعب. ومع هجوم التنين الأسطوري على المبنى بيدمره حرفيا وبيخليه تراب، ولكن للأسف بينجح المقاتلين في الهروب. بس على مين بيستمر التنين الضخم ده في ملاحقته، وسرعان ما بيدي واحد بالرجل بيطيره حرفيا لدرجة انه بيخترق بيه المباني وكأنه رصاصة، وبيكون المقاتل ده مش قادر يتحرك. وفي تلك اللحظة بيتقدم التنين الغاضب وبيسحقه بقوة، ومع إظهار طاقته المتفجرة بيكون زعيم عصابة الظلال بيحاول يهرب من المكان، وبيبدأ في البحث عن مياه علشان يزيل بيها رائحة بيض التنين. في الوقت ده بقى بنشوف المعلم جو اللي قاعد بيتفرج وبيتكيف بكل روقان، وهو بينتقم من الأشخاص اللي حاولوا يقتلوه. وبالفعل في الوقت ده بيكون التنين سحق وقضى تماما على زعيم عصابة الظلال، وبعد القضاء عليهم برضه ما بيهدأش غضب التنين، وبيجذب انتباهه مدينة العمالقة. ولما بيكون على وشك التوجه ليها بنعرف ان جو كان متوقع ان هو مش هيهدى بعد اللي عمله في عصابة الظلال، وبيقول ان الالعاب النارية اللي حطها في العش بتاعه هتجذب انتباهه وهتخليه يرجع علشان يحمي البيضتين اللي هو سابهم له. واول ما بيضغط جو على الزر بتنفجر الالعاب النارية في المكان، وبالفعل بينطلق التنين نحو العش بتاعه، بينما جو بيكون قاعد وبيراقب وهو مستمتع بمنظر الالعاب النارية الجميلة. على الجانب التاني بقى بنشوف مجموعة من المقاتلين اللي واقفين وبيكونوا متفاجئين من الشخص العبيط اللي بيطلق ألعاب نارية في وسط الليل، وبيستنتج واحد منهم ان ده اكيد نفس الشخص اللي هينفذ مهمة الجحيم بتاعة اتحاد الوحوش. وبنعرف ان اسم المقاتل ده هو تشوهي، وانه فنان قتال في المستوى التاسع، وبيكون متفاجئ من تصرفات جو الغريبة لانه على الرغم من انه في وسط مهمة الا انه بيطلق الألعاب النارية. في اليوم اللي بعده بيوصل تشوهي وباقي المقاتلين لمكان المجزرة اللي التنين عملها، وهناك بيقابلوا جو اللي بيقول لهم صباح الخير. ولما بيسيبهم وبيمشي بيكونوا متفاجئين لانه ما اداهمش اي اهميه، وعلى الرغم من انه في الرتبه السادسه الا انه سابهم ومشي. وبيكون تشوهي عنده فضول علشان يتعرف على جو بصوره اكبر. في الوقت ده بقى بنشوف جو اللي ماشي بعربيه نقل كبيره وراجع للمدينه واللي بيكون عليها البيضه، وبيقول جو ان البيضه دي حجمها كبير جدا، وعلشان كده لو خرجها في المخزن قدام المقاتلين فهيكتشفوا ان هو معاه مخزن خاص بيقدر يعين فيه الادوات، وعلشان كده لازم يجهز نفسه وياخدها بالصوره التقليديه. واخيرا لما بيحين وقت تسليم المهمه بنشوف جو اللي وقف عربيته قدام نقابه فنانين القتال، واثناء ما هو داخل بيخبط فيه مقاتل وبيبدا يتفخر بقوته، وده لانه رايح يسلم مهمه في مستوى الهاويه، فبيتغاضى جو عن تصرفاته. وبينما المقاتل ده داخل بيكون باقي المقاتلين من النقابه مذهولين بسبب مهارته وقوته العاليه وتنفيذه لمهمه الهاويه. واثناء ما هم بيدخلوا عند الموظفه وبيتفخروا لانهم بعد اتمامهم مهمه الهاويه هيحصلوا على عضويه ال10 نجوم، ما بيلحقش المقاتل ده يخلص كلامه وبيقطع جو اللي بيوري الموظفه عضويه ال10 نجوم، فبيزعق معاه المقاتل وبيقول له ابعد عن وشي دلوقتي بالعضويه المزيفه اللي معاك دي بدل ما اجيب اجلك. وفي نفس الوقت بتقول الموظفه لجو ان البطاقه بتاعته ما فيهاش غير مهمه الجحيم، وبتساله لو هو عاوز يسلم المهمه وخلصها. ومع صدمه المقاتل وفريقه اللي كانوا عاملين بيتباهوا بقوتهم بنشوف مدير النقابه اللي بيجري بسرعه وبيوصل لمكتب الرئيس، واول ما بيوصل بيبلغوا ان جو انهى مهمه الجحيم بتاعه اتحاد ملك الوحوش، وبيتصدم رئيس النقابه من اللي بيحصل. بينما في الوقت ده وتحديدا في مكتب اتحاد ملك الوحوش رئيس اتحاد ملك الوحوش ما بيكونش مصدق ان المهمه اللي عاوزها تم انهائها، فبيأكد له التابع بتاعه ان مدير نقابه فنانين القتال بنفسه اتصل بيهم وبلغهم ان هم يروحوا علشان المهمه اتنفذت. وبيتحرك رئيس ملك اتحاد الوحوش بسرعه علشان يقابل الشخص اللي انهى المهمه، ولما بيوصل لنقابه فنانين القتال بيكون هناك فريق السيف الحاد الخاص بنقابه فنانين القتال واللي بيحوطوا المكان، وبيعرفوا باقي المقاتلين ان نقابه فنانين القتال هتخلي المنطقه دي لفتره من الوقت وبتطلب منهم ان هم ما يقربوش. وبيكون المقاتلين مش عارفين ايه الشيء اللي هم بيحموه للدرجه دي وبيكونوا مذهولين من حجمه. في الوقت ده بنروح لنقابه فنانين القتال وبالتحديد في غرفه الضيوف المهمين، وبنشوف جو اللي قاعد مع مدير النقابه، والمدير بيبدا في مدح جو وتنفيذه للمهمه، فبيشكره جو على كل ده. وفي نفس الوقت بيقول له المدير ايه رايك في الدعوه اللي اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، ولو ما عجبتكش ممكن نتفاوض ونغيرها. فبيشكره جو وبيقول له هبقى افكر في الموضوع ده. وبالفعل بيكون جو بيفكر ان الانضمام لنقابه فنانين القتال معناه ان هو هيشتغل تحت رئاسه شخص تاني، وبالتاكيد
اكيد مش هيقدر يحصل على حريته، وفي الوقت الحالي لازم يعتمد على نفسه علشان يوصل للقمة، وكمان علشان يقدر يحمي الاشخاص اللي حواليه. وبيفكر جو ان المهمة اللي نفذها دي هي الاساس اللي هيدعمه للوصول للقمة. وبعد ان تم الكشف على الكنز اللي جو جابه، بيوصل اتحاد ملك الوحوش اخيرا، وبيدرك المقاتلين ان البيضة دي هي مهمة الجحيم اللي اتحاد ملك الوحوش كان عاوزها، وبيتأكدوا لما بيشوفوا هان اللي هو قائد اتحاد ملك الوحوش. وبعد ما بيتأكد هان ان هي دي البيضة اللي هو عاوزها، بيقول لهم ان هو يحول مكافآت المهمة لنقابة فناني القتال علشان يدوها للشخص اللي انجز المهمة. ولكن في النهاية بيطلب هان ان هو يقابل الفريق اللي انجز المهمة، فبيقول له الموظف فريق ايه بس يا عم انت، وبيعتذر له وبيعرفه ان في شخص وحيد هو اللي انجز المهمة لوحده، واللي هو بطلنا جو. ومع صدمة هان من اللي بيسمعه، بيقول للموظف ان البيضة دي على الاقل وزنها اكتر من طن، وعلشان ياخدها من على بناية طولها 200 متر مستحيل ان هو يعمل كل ده لوحده. فبيوضح له الموظف ان نقابة فناني القتال ما بتسألش عن تفاصيل المهمة بما انه تم انجازها بنجاح. في الوقت ده بنشوف جو اللي ماشي في انحاء المدينة ومتضايق، وبيقول ان مجموعة الاشخاص اللي وكلوه بالمهمة واضح انهم بخلاء جدا، لانهم خدوا المركبة بتاعته باعتبار انها كان عليها البيضة. وبيرجع للمحل بتاعه، وهناك بيقابل سو ولان واللي بيكونوا فرحانين بعودته. وبينما سو بتهجم عليه وبتحضنه لانه غادر لمدة شهر، بيكون لان مذهول لان جو قدر يوصل للمرتبة السادسة. وبعد ما بيطمنوا عليه، بيطلب منهم جو ان هم يجهزوا اغراضهم علشان هينقلوا المنزل جديد، وبيوريهم جو مكان المنزل على الخريطة واللي بيكون في المنطقة الثالثة اللي غالية جدا، وبيقول لهم ان هو ما يقلهوش لانه هيقدر يتحمل تكلفتها، وبيوريهم بلورة حمراء. وبيقاطع كلامه اتصال التليفون بتاعه واللي بيكون المعلم زنغ اللي بيزعق له، وبيقول له ازاي تغادر تعمل مهمة من مستوى الجحيم لوحدك. فبيهديه جو، بيقول له ان هو ما كانش متوقع ان هو هيقدر يكملها ومفيش داعي للغضب ده كله. فبيقول له زنغ يا عم ما تحورش عليا، بس كده كده لينا عزومة عندك النهارده. فبيقول له جو بما اني هعزمكم بقى، ايه رايكم نروح لمكان افضل المره دي؟ وبيقول لهم ان فندق تاج النجم هيكون مناسب ليهم. وبيقول له زنغ طالما انت هتعزمنا فما تقلقش لاننا هنيجي طبعا. وبنروح بقى للفندق تاج النجم، وبنشوف المدير وهو عمال يعمل في تجهيزات علشان يستقبل الضيوف، وبيكون في واحد من المقيمين في الفندق مش راضي يغير الغرفه بتاعته. فبيعتذر له المدير، وبيعرفوا ان في ضيف مهم جدا هيجي للفندق. فبيعرفوا المقيم ده ان هو مش مهتم سواء كان ضيف مهم جدا ولا نيله حتى. فبيوضح له المدير ان الضيف المهم ده هو جو اللي انهى مهمة مستوى الجحيم، وبيقول له بما انك كنت عاوز تقابله فدي فرصة مناسبة جدا، ويا ريت بقى تغير الغرفة علشان نجهز المكان. وبالفعل المقيم ده بيسمع الكلام وبيشكر مدير الفندق. في نفس اللحظة بيجي واحد من العمال وبيبلغ المدير ان جو وصل للفندق، وبنروح لجو اللي بيدخل من الفندق وبيكون متفاجئ لان الفندق عامل له احتفال وبيرحب بيه، وبيقول انا جيت للمكان الغلط ولا ايه؟ وبيمسكوا المدير وبيرحب بيه وبيدخلوا الفندق، وبيعرفوا ان شرف ليهم ان هو استخدم الفندق بتاعهم. وجو ما بيكونش عارف يتصرف معاه ازاي وبيكون محرج. بعدها بيوصل باقي الفريق واللي بيكونوا ناويين يستمتعوا بوقتهم مع جو، ولما بيدخلوا بيباركوا لجو على اتمامه لمهمة مستوى الجحيم. ومع اكتمال كل الفريق بيبداوا في الاحتفال مع بعض وبيستمتعوا بوقتهم. في الوقت ده بنشوف شخص قاعد في المكتب بتاعه بيكون عنده بعض الاهتمام بجو، وبيكونوا بيجهزوا حاجة وغالبا كده مش خير يعني. وبنشوف بقى مروحية بتتوجه نحو مدينة العمالقة، وبنعرف من المقاتلين المروحية دي بتاعت سيد المدينة. وبنشوف بقى تابعة لسيد المدينة وهي بتتكلم مع جو، وبتعرفوا ان سيد المدينة بيدعوه علشان يفطر معاه. وبيستغرب جو اللي بيفضل متنح كده معاها شوية، وفي النهاية بيوافق وبيروح معاها وبيدخل لقصر ضخم، وهناك بيكون سيد المدينة مستنيه ومجهز الفطار. وبنعرف ان سيد المدينة اسمه مو، وانه رتبته القتالية مخفية، وده يدل على ان رتبته عالية جدا. وبيطلب من جو ان هو يقعد علشان يفطر، وبيعرفوا مو ان هو كان عاوز يدعوه للعشاء قبل كده، ولكنه اكتشف ان هو كان بيستمتع بوقته مع اصحابه فمرضيش يقطعه، وبيبارك له لانه انهى المهمة العظيمة دي. وبعد نص ساعة بينتهوا من تناولهم للطعام، وبالصلاة على النبي كده بيكونوا نسفوا كل الاكل اللي في الاطباق طبعا. واخيرا بيتكلم مو بيقول لجو انا هقول لك انا دعيتك ليه. وبيعرفوا ان هو في الحقيقة كان عاوز يقابله، وانه كمان كان عاوز يتكلم معاه عن تقسيم منافع مدينة العمالقة. وبيوضح له ان هو لما يبقى عضو الماس ارجواني ومعاه نجمة واحدة هيقدر يستمتع بارباح نقابة فنانين القتال في مدينة العمالقة. مش بس كده، لا ده في الوقت الحالي جو كمان عضو الماس ارجواني ب5 نجوم، وتحديدا فهو مصنف بالرقم 27 بين اقوى المقاتلين في المدينة كلها، وانه هيقدر يحصل على الارباح اول ما يوصل للمرتبة ال25. وبيقترح عليه مو خطة جديدة، واللي هو انه هيقدر يحصل على 10% من حصة المدينة الجديدة، وكمان هيقدر يحصل على حقوق تنظيم شارع في مدينة العمالقة. فبيقول له جو مدينة جديدة ايه بس يا عم انت؟ فبيوضح له مو انه هو هيبني مدينة جديدة قريب جدا، وده بعد استحواذهم على 150 كيلو متر من مدينة ياما، وهناك هيصنعوا مكان للراحة يكون مناسب لفنانين القتال اللي هيروحوا للمهمات، وانهم لو
لو قدروا بالفعل ان هم يبنوا المدينه دي فهتبقى مدينه جذابه وهيجنوا ارباح كبيره جدا. فبيقول له جو اللي بيشوف الخريطه ان هي بالتاكيد جذابه جدا، وبيستنتج جو ان الافطار اللي فطره ده اكيد ما كانش بالمجان وانه لازم يساعده في انشاء المدينه الجديده. وبالفعل بيوافق جو على اقتراح سيد المدينه مو، وبيعرفوا انه هياخد 10% من ارباح المدينه الجديده وحقوق تشغيل الشارع رقم 6. وبعد رحيل جو بيتكلم تابع سيد المدينه معاه وبيقول له اذا كانت الارباح اللي اداها لجو كبيره جدا، فبيعرفوا سيد المدينه انها مش كبيره ولا حاجه، وانه قدراته تستحق الارباح اللي هيحصل عليها، وان بموهبته دي فلازم يعملوا اي حاجه علشان يفضل في مدينه العمالقه. في الوقت ده بيعرف مقاتلين مدينه العمالقه بخبر انشاء من مدينه جديده، وبيكونوا سعداء جدا لان المدينه الجديده هتوفر لهم مأوى ومكان يقعدوا فيه اثناء اتمامهم للمهمات. في الوقت ده بقى بنشوف رئيس شرطه المدينه اللي بيتكلم مع التابع بتاعه وبيقول له انت زعلان ليه مع اننا هنروح للمدينه الجديده؟ فبيساله التابع بتاعه اذا كان جو هو هيكون قائد فريق حمايه المدينه الجديده، ولما بياكد له رئيس الشرطه كلامه بيكون التابع متوتر وخايف جدا. فبيعرفوا رئيس الشرطه ان هو ما يخافش للدرجه دي لان جو مش هيأذيه. وبيوصل جو اللي بيسوق عربيه رخيصه جدا، وبيكونوا مش مصدقين ان هو انجز المهمه على الرغم من انه في المرتبه السادسه. وبيرحب جو بباقي افراد الشرطه اللي هيحموا المدينه الجديده، وبيقول لهم انا عارف ان كتير منكم مش راضيين ان اكون القائد بتاعكم لان مرتبتي قليله جدا. وبيقول لهم بقى اللي مش راضي فانا عاوزه كده يوريني نفسه ويجي يتحداني، ولو قدر يهزمني فانا هديله مركز نائب القائد. وبالفعل بيكون نائب رئيس شرطه مدينه العمالقه عاوز يتحدى جو، فبيوقفوا الرئيس اللي بيدرك ان جو هو اللي قتل قائد عائله لو اثناء ما هو كان في المرتبه الثامنه وجو كان في المرتبه الثالثه، ودلوقتي جو في المرتبه السادسه. وبالفعل بيقدم واحد تاني علشان يتحدى جو، واللي بنعرف ان اسمه لي فانغ، وانه مشهور بالهائج 3 وانه في المرتبه القتاليه الثامنه. فبيقول لهم جو في حد تاني عاوز يتحداني، وبيرد عليه لي فانغ ان هو يهزمه الاول وبعد كده يبقى يدور على حد غيره. فبيقول له جو طيب، وبيحط سلاحه على جنب وبيروح عند شجره وبيكسر فروعها، واستئذان الجميع بيدي فرع لي فانغ. وبيكون الجنود مش متاكدين اذا كان جو هو اللي هينتصر في المعركه دي ولا لي فانغ المجنون. وبينطلق لي فانغ المجنون بقوه هائله ومدمره نحو جو، واثناء ما هو على وشك القضاء على جو بيتحرك جو في لمح البصر، ومع ذهول الجميع بالفعل بيكون تم هزيمه لي فانغ بضربه واحده بس، وبيدرك الجميع مقدار قوه جو الحقيقيه. وبعدها بيركبوا العربيات وبيكونوا في طريقهم للمدينه الجديده، واثناء ما جو راكب مع باقي فريق الحمايه بيكونوا فرحانين بوجوده وعاوزينه يهتم بيهم ويساعدهم. فبيوضح لهم جو ان هو بيعمل لوحده، ولكن كل اللي بيطلبوا منهم ان هم يكونوا شجعان وما يخافوش من المخاطر. وبنعرف ان هم هيتقسموا الفريقين، وان الشخص اللي هيخالف الاوامر هيتم القضاء عليه ومحوه تماما. بعدها بيكونوا بيستطلعوا انحاء المدينه وبيشوفوا مجموعه من الزومبي السامين. فبيقول لهم جو مجموعه زومبي سامين سيبوهم ليا بس، وبياخدوا القوس بتاعه وبينطلق بسرعته الجنونيه، ويبدا جو في هجومه عليهم، وفي لمح البصر بيضرب العديد من السهام اللي بتصيب الزومبي، وبيكون باقي الفريق كلهم مذهولين بقوته. في الوقت ده بيطلب قائد الفريق من جو اللي هو نائب القائد ان هو يتراجع بسرعه لان في زومبي سام من النخبه بيتوجه ناحيته. فبيعرفوا جو ان هو بما ان الزومبي ده جاله فهو هيقتله، وكل اللي عليهم بس ان هم يحموا ظهره. ومع استمرار صدمتهم من شجاعه جو بيأمرهم القائد ان هم يساعدوه من الخلف، وبيكون الفريق الثاني ملاحظ ان في قتال بيحصل وان في زومبي سام من النخبه بيهاجمهم، ولكنهم بيرفضوا مساعدتهم يتدخلوا في القتال الا بعد ما الفريق اللي بيتعرض للهجوم يترجاهم. على الجانب الثاني بنشوف جو اللي اخضع الزومبي ووقعه في الارض، وبيتقدم بكل سرعه وبيضربه في دماغه وبيجيب اجله حرفيا. في الوقت ده الفريق اللي رفض مساعدتهم بيكون مصدوم لان جو قضى على الزومبي النخبه. واخيرا بيترقى جو للمستوى 48 في اللعبه. وفي الليل بقى بنشوف قائد الفريق رقم 1 واللي فيه جو، وهو بيتكلم مع الفريق الثاني وبيعرفهم ان هم سيطروا بالفعل على مركز المدينه وقضوا على الوحوش اللي فيها. وبنكتشف ان الفريق رقم 2 يدوب لسه بيمسح في اغلب المنطقه وقضوا على 7 من الزومبي السامين من النخبه. فبيقول لهم قائد الفريق ارتاحوا النهارده، وان بعد بكره فريق القوات الرئيسيه هيوصل والمهمه هتكون خلصت. وبعد انهاء القائد للمكالمه بيتكلم مع جو بيشكره لانهم اتقدموا على الفريق رقم 2 بسببه. فيوضح له جو ان ده بسبب عملهم الجماعي وان ده مش بسببه لوحده، وبيبداوا في الاحتفال والتفاخر بتقدمه على الفريق رقم 2. بعدها بنشوف جو اللي بينطلق بسرعه جنونيه وبيبدا في القضاء على الزومبي واحد ورا الثاني. وعلى الرغم من ده بيكون جو متضايق لانه بيقتلهم ببطء جدا، ولازم يشوف طريقه علشان يجمعهم في مكان واحد ويقتلهم كلهم. وبيرجع جو للفريق وبيسالهم على القنابل اللي احضروها معاهم، فبيعرفوا القائد ان كلها موجوده في الصندوق ده. وبينما الفريق رقم 2 بيعاني مع بعض الزومبي بيفكر قائد الفريق رقم 2 في اللي الفريق رقم 1 بيعمله. فبيبلغوا واحد من الفريق بتاعه ان
الفريق رقم 1 بيستخدم القنابل علشان يقضي على الزومبي السامين. وبالفعل بنشوف جو المجنون اللي ماسك 20 قنبله وعمال بيفجر في المكان بالزومبي اللي فيه، وبيبدا الزومبي في التجمع حواليهم من جميع الانحاء. وبيكون قائد الفريق رقم 2 مش مصدق وبيقول اكيد الناس دول مجانين، ده هيجمعوا كل الزومبي اللي في المدينه ناحيتهم. فبيقول له التابع بتاعه ان هو سمع ان جو بيلقب بالراجل المجنون، واكيد اللقب ده مناسب ليه جدا. بينما في الوقت ده بقى بنشوف رئيس نقابه فنانين القتال اللي بيقود الفريق الرئيسي علشان ينهوا المهمه، وبيعرفهم ان الفريق المتقدم فتحوا لهم الطريق وجه الوقت علشان ينظفوا المدينه. وبالفعل بينطلق عدد كبير من المقاتلين في اتجاه المدينه. وبعد 3 ايام بنشوف جو اللي بيكون فرحان ان اخيرا قدروا يستحوذوا على المنطقه وينظفوها من الوحوش. وبيعرف باقي الفريق ان هو هيرجع لمدينه العمالقه ولو احتاجوا حاجه فيقدروا يتواصلوا معاه. بعدها بقى بيقول له نائب القائد شكله كده مستعجل عشان يروح يقابل مراته، فبيقول له نائب رئيس شرطه مدينه العمالقه بقول لك ايه، ما تجيبش السيره دي عشان عارف قصه كده هبقى احكيها لك، لان لما بيغضب ما بيشوفش اي حد قدامه. تبدا تدور الشائعات حواليه، بينما جو بيكون متضايق من كلامهم ويقول لهم اتكوا على الصبر شويه، اما نرجع للمدينه هعلمكم الادب. في الوقت ده بنشوف جو اللي راجع بالعربيه بتاعته وبيفكر ان هو لما يتم بناء المدينه الجديده فهو هيقدر يستمتع بوقت. وفي الطريق بيشوف قدامه عربيه نقل واللي بتكون واقفه، وبنعرف ان في العديد من الوحوش اللي بيهاجموهم، وبنشوف المقاتلين المسؤولين عن عربيه النقل، وبنشوف العديد من الوحوش اللي بيهاجموهم وبيطلبوا النجده من فريق الحمايه بتاع مدينه العمالقه، ولكنهم بيعرفوا ان هم يحتاجوا نص ساعه علشان يقدروا يوصلوا لهم، وان بعد النص ساعه دي هيكونوا في عداد الموتى. في الوقت ده بيلاحظوا وجود جو اللي بيقدم ناحيتهم، وبيشوف الشاره اللي على العربيه اللي بتقول ان هو من فريق حمايه المدينه، وبيسالهم جو هو ماشي اذا كانوا محتاجين اي مساعده. وبيتصدموا لما بيلاقوا ان العربيه فيها مجرد شخص واحد وكمان من المرتبه السادسه. فبيقولوا المقاتل انت مجنون ولا ايه اللي جابك هنا، انت عاوز تموت؟ غادر المكان بسرعه واحنا هنواجه الوحوش. فبينزل جو من العربيه كده وهو متضايق وبيقول لهم من الواضح كده انكم محتاجين مساعدتي. ولما بيبدا في التقدم ناحيه الوحوش لوحده بيقولوا غالبا كده الراجل ده مجنون وعاوز يموت. ومع تقدم العديد من الوحوش الضخمه والمخيفه ناحيه جو بيهجم عليهم جو بكل فخامه وبيقتل عدد كبير منهم، ولما بيفضل واحد منهم بيقضي عليه في لمح البصر. كون باقي المقاتلين مش مصدقين اللي هم شايفينه لان دي مجرد قوه فنان قتال في المرتبه السادسه. في الوقت ده بيرن عليه العم وانغ وبيكون جو سعيد جدا لانه نجح في انهاء العلاج الخاص. بعدها وفي مختبر القصر بتاع جو بيكون بيفحص العلاج هو وانغ، وبيلاحظ وانغ ان هو ما بيختلفش عن الجرعات اللي بيستلمها من اللعبه. فبيعرفوا وانغ ان هو مع الدواء اللي صنعه ده فهيحط على اي دواء في السوق، ولكن للاسف ان زهره الاوركيد الدمويه نادره جدا وعلشان كده انتاج الادويه دي هيكون قليل للغايه، وان الزهره اللي هو اعطاها له هتقدر تصنع بس 300 جرعه. في الوقت ده بيقرر جو ان هو يفتح الازازه ويشربها، وبيتصدم لما بيلاحظ ان هو بالفعل نفس جرعه اللعبه، وما بيكونش متوقع ان العالم الحقيقي هيقدر يصنع نفس الجرعه بتاعه اللعبه. وبيقول جو ان هو كده مش هيحتاج يقلل استخدامه لجرعات اللعبه، وبيكون متحمس جدا وبيسال وانغ عن عدد الجرعات اللي هو صنعها. بيعرف وانغ ان هو صنع حوالي 87 جرعه، ده مع ان العقير اللي فاضله يقدروا يصنعوا مرهم بيها، وبيعرفوا ان تاثيرهم هيكون اقل ولكن في الاول وفي الاخر هيكون قوي جدا. وبيكون جو سعيد وبيعرفوا ان هو ياخد كل الجرعات، ولكن المرهم هيسيبه له وبيطلب منه ان هو يحتفظ بيه لانه قريب جدا سعر الادويه هترتفع للغايه. وبيعرفوا وانغ ان هو ما عندوش اي مشاكل، وبيمشي جو وهو بيبتسم ابتسامه شريره وشكله هيعمل خطه مجنونه كالعاده. وبيفكر جو ان بعد بناء المنطقه رقم 1 هيكون في العديد من فنانين القتال، وعلشان كده لازم يستغل الفرصه ويبدا في التجاره. وبيرن على الاخ شياو وبيساله اذا كان متفرغ لانه عنده عمل ليه، وبيروح بقى المقر فريق شياو واللي بيكون جمع باقي الفريق وبيعرفهم ان هم عندهم عمل مهم جدا. ومره واحده بيضرب القائد شياو صندوق كان محطوط على الارض، وبيتصدم باقي الفريق من اللي شايفينه وبيقولوا له انهم من الواضح كده بقوا اغنياء جدا. فبيهديهم شياو وبيعرفهم ان الكريستالات دي مش ملكه وانها بتاعه جو، وبيوضح لهم شياو ان مهمتهم هي انفاق الكريستالات دي كلها، ولكن الشرط الوحيد ان هم يشتروا بيها الادويه والمرهم، ومش مهم عدد الادويه والمراهم اللي هيشتروها. وبيوافق الفريق اللي ما بيكونش فاهم اي حاجه. بعدها في الغابه بنشوف جو اللي بيصطاد الوحوش، وبيكون في مقاتل بيراقبه وبيقول للزعيم بتاعه ان في واحد عبيط بيتدرب على رمي الاسهم. فبيقول له الزعيم بتاعه انت مصدوم ليه؟ ما هو الطبيعي ان هو يتدرب يعني. ولكن التابع بتاعه بيقول له استنى بس تعالى شوف السلاح بتاعه. ولما بيشوفوا الزعيم بيكون سعيد جدا وبيقرر ان هم يروحوا عنده علشان يهجموا عليه، وبيبداوا في التحرك بسرعه في اتجاه جو. وبيروح بقى الجو اللي على وشك ان هو يقتل الوحش، وبالفعل مستواه بيكون عالي ووصل للمستوى 49 في اللعبه. وبيقول جو ان هو بعد ما يقتل الوحش ده غالبا هيقدر يرفع مستواه للمستوى ال50 وهينجح في ان هو يفتح مهاره جديده. ولكنه بيلاحظ ان في مقاتلين بيتواجهوا
بيتوجهوا ناحيته، وبيطلب واحد منهم ان هو ينزل من مكانه لان الزعيم بتاعهم عاوز يكلمه. فبيتجاهلهم جو اساسا وما بيردش عليهم، وبيبدا في اطلاق السهام على الوحش. وبيتضايق واحد من المقاتلين وبيهجم على جو، ولكن جو بيستمر في الهجوم على الوحش وفي نفس الوقت بيتفادى هجومه. وبيتصدم الزعيم من اللي جو بيعمله، وبيستمر التابع ده في الهجوم على جو، وجو بيبعد عنه بكل سرعه. وبما ان جو قدر يقتل الوحش بيكتسب مهاره جديده واللي هي مهاره الصعق، ودي اللي بتسمح له ان هو بعد ما يهجم على الشخص بتفقده وعيه لمده دقيقتين. ومره واحده بيهجم جو على المقاتل بطعنات خلفيه، ودم المقاتل ده بينقص وبيكون على وشك الموت. وزعيم المقاتلين دول ما بيكونش مصدق ومش عارف يفرق هل جو وحش ولا انسان بشري. بيقول لهم جو بقى انتوا بتناديني ليه؟ اديني جيت لكم، مالكم خايفين مني؟ فالزعيم المرعوب بيقول له احنا عصابه تيان هي، لازم تفكر 100 مره قبل ما تتعامل معانا والا العواقب هتكون وخيمه. فبيبتسم جو ابتسامه شريره وبيقول له عصابه تيان هي ده رائع جدا، لاني كنت حزين لاني ما كنتش لاقي وحش اجرب عليه مهارتي الجديده. في اللحظه دي بيؤمر الزعيم باقي اتباعه ان هم يهاجموا جو، واللي هيقدر يقتله هيكافئه بكريستاله ارجوانيه. وبيستعد جو لهجومهم وبيستخدم مهاره السم، وبيبدا في الحركه بسرعه غير محدوده، وبيعجز المقاتلين عن رؤيته. وبيبدا في استخدام المهارات وبيقتلهم واحد ورا الثاني، وفي لمح البصر بيكون قضى على جميع اتباع الزعيم. في الوقت ده بيحاول الزعيم ان هو يواجه جو ويقضي عليه، بس على مين؟ جو بيتفادى هجمته وبيضربه بضربه صاعقه، وبيقع الزعيم في الارض وهو مش قادر يعمل حاجه. وجو بيحط الخنجر على رقبته وبيقول له بما ان عصابه يان هي بتحب انها تضايقني فاستعد لموتك، وبيطير رقبته حرفيا. بعدها بنشوف جو اللي بيبدا في جمع المعدات بتاعه المقاتلين دول، ولكن بيسمع صوت جاي من وراه، وبنكتشف ان هي بقره درع الفولاذ من المرتبه الثامنه، واللي بتنطلق ناحيته بكل سرعتها. وبيتحاصر جو وبتكون على وشك الهجوم عليه، فبيقول لها جو انت مفكره نفسك هتنمري عليا وهتقتليني ولا ايه؟ وبينقض عليها بكل سرعته وبيضربها بمهاره الصعق. والبقره بتفقد تركيزها لثواني ولكنها بتقوم مره تانية، وبيركب جو فوقها وبيستمر في ضربها بمهاره الطعنه الخلفيه. وبيكون متفاجئ لان البقره دمها ما بينقص على الرغم من كل ضرباته دي. وبتكون البقره في الوقت ده متضايقه جدا، وبيدرك جو ان هو مش هيقدر يقتل البقره دي بهجماته العبيطه. في الوقت ده بتبدا البقره في الصياح وهي بتشتعل من الغضب، وبتبدا في التحرك بجو، وبتحاول ان هي توقع جو من على ظهرها، ولكن جو بيطعنها في الخنجر وبيتمسك بيه. وبعد 6 ساعات بنشوف البقره وجو لسه راكب على ظهرها ومش عارف يعمل معاها حاجه. فيا ترى ايه بقى اللي هيحصل لجو؟ وهل هينجح في القضاء على البقره دي ولا هتستمر معاناته في الابد وفي النهايه البقره هتقضي عليه؟ وايه هو مصير المدينه الجديده؟ ويا ترى عصابه هي تيان هتقضي عليه ولا هتسيبه في حاله؟ كل ده عاوزك تخمنه وتكتبه في الكومنتات. ولو لسه بقى ما عملتش لايك يا ريت تعمل لايك وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش. والى اللقاء، نراكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.